مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام، أهلا ومرحبا بكم في الفقرة الحوارية مع ضيفنا عبر الهاتف السيد علي الحسن، الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الداخلي الأسايش. السيد علي الحسن، صباح الخير. أو تضعنا في حيثيات سلسلة العمليات الإرهابية التي ضربت مدينة قامشلو قبل يومين. بداية إصابة أكثر من 26 آخرين من المدنيين بإصابات وجروح متفاوتة الخطورة. طبعا الاستهداف تم في تقاطع الامتين بجانب مقهى الشموع وأيضا بجانب كنيسة الفلدان. وطبعا هذا الاستهداف استهدف المدنيين بالدرجة الأولى، وهدفه إثارة الفوضى والبلبلة وأيضا الخوف والهلع في قلوب المواطنين. طبعا هذا التفجير الإرهابي كان له أثر كبير في نفوس المواطنين في مدينة قامشلو، وأيضا له تأثير خطير من حيث الهجمات التركية المتزامنة في هذا التوقيت. وطبعا نحن كقوى الأمن الداخلي منذ البداية متواجدين، كنا في الحدث وأجرينا الإجراءات المناسبة من حيث تطويق المكان، وأيضا من حيث إخلاء الجرحى والمصابين عن طريق فرق الطوارئ والإسعاف وأيضا الهلال الأحمر الكردي. نعم. سيد علي الحسن، لو تضعنا أيضا بصورة الكشف والقبض على منفذي التفجيرات الإرهابية في نفس اليوم. كما أسلفت بأننا كقوى أمن داخلي الأسايش في شمال وشرق سوريا كنا عاهدنا شعبنا بالمضي قدما بموضوع تأمين المدن والقرى والبلدات في كافة الشمال السوري. منذ وقوع التفجير الإرهابي كان هناك استنفار تام لجميع قواتنا الأمنية، وطبعا بعد مراجعة كاميرات المراقبة وأيضا التدقيق فيها تم التعرف على عدد من عناصر الخلية الإرهابية التي نفذت هذه العملية الإجرامية. وبناء على جمع المعلومات الكاملة وتحديد الأماكن التي ممكن أن يتواجدوا فيها هؤلاء الإرهابيين، تمت عملية مداهمة محكمة من قبل قواتنا لهذا الوكر الإرهابي الذي نتج عنه إلقاء القبض على الرأس المنفذ للخلية أحمد جاسم المصطفى وعناصر آخرين شاركوا أيضا في العملية. نعم. سيد علي، باعتبارا بخصوص الصدد هذا الموضوع، هل تمت عملية القبض على منفذي العملية بسلاسة أم كانت هناك مقاومة من قبل منفذي التفجيرات؟ كما أسلفت أن القوى الأمن الداخلي الأسايش كانت بحالة استنفار وتأهب قصوى في ذلك اليوم، وطبعا تمت العملية بنجاح ولم ينتج عنها أي أضرار أو مقاومة من قبل الإرهابيين، لأنها كانت محكمة ومخططة بشكل جيد جدا. نعم. أيضا سيد علي، هل سيكون هناك كشف عن أسماء أخرى أو مجموعات أخرى أو تخطيط لتفجيرات إرهابية أخرى؟ طبعا عملية التحقيقات الأولية التي نتجت استطعنا من خلالها تطمين أهلنا وشعبنا في مدينة قامشلو بكشف ملابسات العملية الأولية، يعني
نحن كشفنا اسم شخص واحد وعدد من الأشخاص معه، والتحقيقات ما زالت جارية. وطبعا سيتم الكشف للرأي العام ولوسائل الإعلام خلال أيام قليلة عند انتهاء التحقيقات عن جميع الأسماء وجميع الأشخاص المتورطين، وسنكشفهم للرأي العام. نعم، وهذا كان سؤالي. طبعا أيضا ضمن هل عملية القبض هل تم كشف، يعني حابب هاي ركز عليها، تم كشف مجموعات أخرى بالأيام المقبلة سيتم عرضها أو سيتم نشرها على الرأي العام؟ أكرر جوابي أيضا بأن عملية التحقيقات بدأت بالفعل من نفس اليوم بعد إلقاء القبض على المجموعة الأولى. وطبعا التحقيقات عند انتهاء سنكشف نتائجها بشكل واضح وشفاف للرأي العام. نعم. لو تطلعنا سيد علي الحسن على العدد النهائي للشهداء والجرحى في ذلك التفجير أو التفجيرات. طبعا نعم، طبعا نحن حسب فرق الطوارئ والإسعاف وحسب تدقيقنا أيضا وإجلاءنا للجرحى من خلال فرق الطوارئ والإسعاف التابعة لقواتنا، عدد الشهداء هم 5 وعدد الجرحى بحوالي 26 شخص. نعم، حوالي 26 شخص. نعم، تماما. بيانات عديدة صدرت من قبل مؤسسات سواء طبية مثل هيئة الصحة أو الهلال الأحمر الكردي، وبيانكم أيضا في الأسايش حول عدد الشهداء والجرحى. برأيك أي تلك البيانات يجب أن تعتمد عليها وسائل الإعلام؟ طبعا نحن في قوى الأمن الداخلي أعطينا بيان مختلف عن بيان هيئة الصحة وبيان الهلال الأحمر الكردي، وهذا كان واضح للإعلام. طبعا نتيجة أن هناك تفجير وكان هناك أيضا تدقيق في عدد الشهداء والجرحى، أصبح هناك اختلاف في البيانات في هذا الحدث. طبعا نحن أيضا بالأحوال الاعتيادية نرجع أيضا إلى بيانات هيئة الصحة والهلال الأحمر الكردي تماما بالأحوال العادية، ولكن نتيجة هذا الانفجار الإرهابي الذي حدث هناك كان تفاوت وتباين بعدد الجرحى بيننا وبينهم. نعم. هل رفعتم أنتم كقوى الأمن الداخلي حالة التأهب القصوى، وهل كان تخوف من أي عملية إرهابية أخرى؟ طبعا قوى الأمن الداخلي هي دائما بحالة تأهب واستنفار كامل، وبالأخص منذ بداية الهجمات البربرية التركية على مناطقنا نحن في حالة تأهب قصوى. وهذا التأهب يشمل جميع أقسام قوى الأمن الداخلي من قوى النجدة قوى النجدة والعمليات ومكافحة الجريمة والأمن العام وجميع الأجهزة الأمنية بحالة استنفار قصوى. وطبعا نحن دائما نأخذ جميع الاحتياطات لتجنب حدوث عمليات إرهابية أخرى بحسب إمكانياتنا المتوفرة، ونضع أرواحنا فداء لهذا الوطن وللمواطنين. بحسب بيان الأسايش سيد علي، منفذي تفجيرات هم ليسوا من تنظيم داعش، كون التنظيم لم يتبنى العملية أيضا، وأنتم أعلنتم عن شخص يسكن تركيا وهو وراء العملية، من هو؟ طبعا نحن في بيان الأسايش الذي أصدرناه للرأي العام هل هو سوري الجنسية؟ لم نحدد إذا كان هو فعلا هذه الخلية تتبع لداعش أم لا. ولكن التحقيقات ستكشف في الأيام القليلة القادمة، نكشف التفاصيل الكاملة. طبعا بعد إلقاء القبض على هذه الخلية والتدقيق في أجهزتهم الإلكترونية التي يستخدمونها في المراسلات
وتدقيق بشكل جيد على المراسلات التي حدثت قبل وبعد العملية الإرهابية. تبين أن الشخص الذي يمول والذي يخطط والذي يوجه هو شخص يسكن في تركيا. طبعا لأسباب أمنية تستطيع الكشف عن الجنسية أو هويته أو اسمه لحين اكتمال التحقيقات بشكل كامل. هناك من ينتقد قوى الأمن الداخلي ويطالبها بشراء أجهزة الكشف عن السيارات المفخخة ووضعها على مداخل المدن. هل لديكم هكذا أجهزة؟ ما هو ردكم؟ طبعا جميع المواطنين يعرف بأن قوى الأمن الداخلي عندما بدأت بإنشاء الحواجز كانت هي حواجز تعتمد بالدرجة الأولى على تدقيق اليدوي. لا يوجد لدينا أجهزة متقدمة ومتطورة لكشف السيارات المفخخة، ولا يوجد لدينا أيضا الإمكانيات لشراء هذه الأجهزة، ولو كان يوجد لدينا الإمكانيات لم نوفرها أبدا في سبيل تحقيق الأمن والأمان لجميع المواطنين. أيضا نبقى عند الانتقاد. وسائل الإعلام تنتقد المكتب الإعلامي لقوى الأمن الداخلي بالتأخير عن إصدار بيانات وتصاريح صحفية بخصوص بعض الأحداث التي تجري في المنطقة. ما هو ردكم؟ طبعا كمكتب الإعلام في قوى الأمن الداخلي يجب التدقيق والتوضيح بأن نحن كقوى أمن داخلي المكتب الإعلامي ليس وكالة إعلامية، إنما هو مكتب رسمي. فعندما يحدث حدث إرهابي أو حدث أمني معين نحن ننتظر نتائج تحقيقات أولية حتى نصدر البيانات. لا نستطيع إصدار البيانات بشكل عاجل دون تدقيق ودون تركيز، لأننا بالنهاية وستكون بياناتنا هي المصدر الرسمي والنهائي لتوضيح الأحداث الجارية. نعم. أيضا السيد علي الحسن، في نفس الموضوع، أنتم المتحدث الرسمي باسم قوى الأمن الداخلي، هل لديكم أسماء أخرى للرد على اتصالات واستفسارات الإعلاميين؟ طبعا نعم، أنا المتحدث الرسمي باسم قوى الأمن الداخلي، ونحن في قوى الأمن الداخلي وفي المكتب الإعلامي لقوى الأمن الداخلي جاهزين للرد على الاستفسارات الإعلاميين. بالنسبة للاستفسارات الإعلاميين لا أحد يستطيع أن يجاوب أو يعطي تصريحات للإعلاميين غيري أنا، لأني أنا المخول بإعطاء التصريحات الرسمية، وأيضا مدير إعلام الأسايش الرفيق عبد الله سعدون أيضا مخول بالرد على استفسارات الإعلاميين. إذا كان لديكم أي كلام آخر أو تعليق آخر حابين أنكم تدخلوه عبر أثير إذاعة بوير FM، سيد علي الحسن. أحب أتشكركم لإتاحة لنا هذه الفرصة لتوضيح الحقائق هاي. وطبعا نرجع ونأكد بأننا في قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا نؤكد على عهدنا لشعبنا بالحفاظ على الأمن والأمان وبذل الروح وبذل الغالي والنفيس من أجل تأمين هذا الأمن والأمان لجميع المواطنين. السيد علي الحسن، الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الداخلي الأسعيش، شكرا لك على هذه المداخلة. شكرا لك. متابعينا، نعود لبرنامج عطر الصباح مع زميلنا برزان فرمان.